اليوم طبعا هنتكلم على والله حرام 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 حرام. ان مباراه الاهلي والزمالك كانت قمه في الاداء وفي الشكل وفي الروح وفي الامكانيات وفي التحكيم وفي كل شيء. ان المسؤولين المصريين عن الكوره وعن الرياضه هم اللي بيجبرونا على كده. ايه انا عايز الكلام الماسخ اللي بتقوله دي؟ ايوه ده سؤال مهم، انت تقصد ايه بالكلام المسخ ده؟ مع قرارات نادي الزمالك ولكن ضد انسحاب نادي الزمالك طيب يا سيدي شكرا كفايه من مباراة الأهلي. صحيح الموضوع متأخر ولكن على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التجاري وعلى مستوى الاسم والبراند والتاريخ الكبير نادي الزمالك أنا شايفها خطأ كبير جدا جدا. على الكسفه اللي انت فيها يا حازم والاعتماد فقط تغيير على ممدوح عباس في الوقت الحالي اللي بيصرف فلوس كتير جدا عشان يساعد نادي الزمالك. ومن ايه بفلوس يا كلاب. لما نيجي نتكلم على الزمالك البراند، على الزمالك الاسم، على الزمالك التاريخ اللي ما فيش سبونسرز يدخل له ملايين الملايين زي ما بيحصل في النادي الاهلي، ناتج من امور كتير جدا، عدم الاستقرار، ناتج من التخبط الاداري، ناتج ان القرارات ما بيطلعش من مجلس الاداره نفسه، ناتج ان القرارات غير مدروسه، ناتج ان في اخر 5 سنين انسحب الاهلي الزمالك قدام الاهلي 3 مرات. اسم كبير وتاريخ كبير، الناس دي لازم تعي ان نادي الزمالك من اقوى الانديه على القاره الافريقيه. يعني انا كنت قاعد مع كادر كبير جدا من الكوادر الاهلاويه بيتكلم معايا بكل امانه، بيقول لي النادي الوحيد اللي ممكن ينافس النادي الاهلي على مستوى القاره الافريقيه والوطن العربي هو نادي الزمالك. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال. وبالتالي لما نيجي نقول انسحاب اخر 28 سنه 5 مرات، اخر 5 سنين 3 مرات، ليه؟ في مشاكل كبيره جدا مع الرابطه، ده هيجرنا ان نخرج من مشكله الزمالك والانسحاب اللي انا ضدها تماما، ولكن مع قراراته. طيب يا سيدي شكرا كفايه. نادي الزمالك اللي بينتقد الرابطه في الوقت الحالي هو اللي انتخبها في منتصف الجبهه. ايه اللي اضافه الرابطه او احمد دياب او مسؤول الرابطه لكره القدم المصريه؟ شيلوا الاهلي كمان 60 70% من الكره المصريه، ما حدش هيتفرج على الدوري. علشان بتقول ايه؟ انتخابك للرابطه ناتج عن اي اساس؟ هل للمصلحه الشخصيه؟ هل للمصلحه العامه؟ هل لمصلحه ناديك؟ هل فعلا انت موافق على تواجد الاسماء اللي موجوده في الرابطه في الوقت الحالي؟ ايه انا عايز الكلام الماسخ اللي بتقوله دي؟ بشكل كبير جدا. تحكيم صفر، كل ده صفر. تحياتي. وانا قلت انا متضامن مع الزمالك في قرارات ولكن ضد قرار الانسحاب. ما تكملش كلامك، ما تكملش، ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش.